امتى تودي طفلك للطبيب النفسي؟ لو لاحظتي عليه ايه تحتاجي ان انت محتاجه استشاره متخصص في الطب النفسي. اول حاجه لو لاحظتي مشكله في سلوكياته. يعني ايه مشكله في سلوكياته؟ يعني الطفل عنيف اكتر من اللازم، عنيد اكتر من اللازم، عنده ميول تخريبيه، ماشي يبوظ لك في الحاجات في البيت، ممكن يكسر كوبايات، يقطع الكنب، يحدف لك الشلت على الارض. كل الحاجات دي لو بدات تظهر عندنا يبقى الطفل عنده مشكله في سلوكياته، استشيري متخصص. طيب ايه كمان؟ لو الطفل عنده مشكله في مشاعره او في عواطفه، بمعنى بيخاف زياده عن اللزوم، قلقان طول الوقت، محتاجك طول الوقت تطمني عليه او تطمنيه او تقولي له ان انت جنبك، او احيانا تلاقيه حزين قاعد بيعيط مخنوق مش عايز يقعد مع حد. لو الطفل عنده مشاكل في عواطفه او في مشاعره، من فضلك استشيري متخصص. ايه كمان ممكن احتاج ازور فيه الطبيب النفسي؟ الاداء الدراسي. لو الطفل عنده تدهور في الاداء الدراسي او اداؤه الدراسي مش احسن حاجه، لازم ناخد راي اخصائي. ليه؟ هو ممكن تبقى ايه مشكلته؟ ممكن تبقى مشكلته فرط حركه وتشتت انتباه، وممكن تبقى مشكلته حاجه من صعوبات التعلم، وممكن تبقى مشكلته قلق زايد، وممكن حاجات كتير جدا بنبتدي نكشف عليها ونطلع التشخيصات بتاعها لما نلجأ للطبيب النفسي بداية من سن 3 سنين. لو لقيتي أي حاجة في المشاكل اللي قلنا عليها دي، من فضلك استشيري متخصص، لأن صحة ولادنا النفسية نعمة ولازم نحافظ عليها.